السلام عليكم. كم مرة عملتي العجمية قبل كده وطلعت منك بايظة، سواء ان هي ساحت من الكحك بتاعك او حتى طلعت ناشفة؟ بعد الفيديو ده استحالة يحصل منك كده. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ بتتقطع بسهولة لما باجي اشدها، وكمان لينة لما باجي اضغط عليها بنفس ليونة العجينة بتاعت الكحك بتاعتي. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ده ازاي. اول حاجة هبتدي ان انا ادهن الطبق بتاعي اللي انا هطلع فيه العجمية بتاعتي بدهنة خفيفة من الزيت، وهسيبه على جنب. عشان بقى اختبر قوام العجمية بتاعتي هيكون عندي طبق هدخله الفريزر او ترمومتر. بس نصيحة صغيرة، لو حضرتك عندك الترمومتر اللي في الفيديو ما تعتمديش عليه قوي، لان التاتش هو اللي هيديكي يعني القراءة بسرعة، لان العجمية يعني السوا بتاعها سريع جدا. اول حاجة هبتدي ان انا على نار عالية هنزل في الحلة بتاعتي السمنة والدقيق، وهبتدي ان انا اقلبهم كويس قوي كاني بعمل بشاميل بالظبط. الهدف من الخطوه دي مش ان انا احمر الدقيق بتاعي، ولكن ان انا بس ريحه الدقيق الني بتاعتي تروح تماما. في المرحله دي هبتدي انزل بالعسل بتاعي، وهفضل ان انا اقلب على نار عاليه لغايه لما العسل بتاعي يبتدي يغلي. اول لما يبتدي يغلي انتبه، لان التطور بتاعها هيكون سريع جدا، فهنا لازم هوطي النار جدا وهبتدي ان انا اقلب تقليب مستمر. المفروض ان المرحله دي انا متاكده ان العجميه بتاعتي لسه ما استوتش، ولكن هوريكي القوام الغلط بتاعها اللي ممكن يخلي العجميه بتاعتك تسيح من الكحكايه. هنا طبعا الطبق بتاعي ساقع جايباه من الفريزر. شايفين العجينه عماله يعني تلزق قوي في ايدي ازاي، انا مش عارفه اجمعها على بعضها، وكمان لما باجي اشدها بتمط كده. ده كده القوام الغلط اللي هيخليها تسيح معاكي في الكحكايه. عشان كده لازم هسيبها شويه، دقيقه او دقيقتين، هتلاقي يعني بسرعه جدا اتحولت للقوام اللي حضرتك شايفاه ده كده. وده كده القوام المثالي. تعالوا بقى نختبره عشان نشوف هيبقى عامل ازاي. طبعا بفرده على الطبق الساقع بتاعي عشان خاطر يسهل ان هي توصل لدرجه حراره المطبخ بتاعتي، وبعدين هبتدي ان انا احولها لكوره كده. شايفين يعني اتشالت بطريقه اسرع بكتير من المره الاولانيه. لما باجي اشدها بتتقطع بسهوله، وفي نفس الوقت لما اجي اضغط عليها بتكون لينه. دي كده القوام المثالي بتاعها. في المرحله دي بقى هاخدها انزلها على الطبق بتاعي اللي انا دهنته بالزيت في الاول، وطبعا هفردها كويس قوي وهسيبها تبرد في درجه حراره المطبخ لغايه لما توصل لدرجه حراره الغرفه بتاعتي. طب لو انا عايزه اضيف مكسرات، لو انت حابه انك تضيفي عليها كلها ممكن تضيفي وهي لسه في الحله بتاعتك وتديها تقليبه، او زي ما انا هعمل كده لما بردت تماما هبتدي ان انا اقسم العجميه بتاعتي للوزن اللي انا حباه. انا بحب اعمل كل قطعه حوالي 5 جرام بالمكسرات، فباخد مع كل قطعه بقسمها بحط فيها جزء من المكسرات، وابتدي ان انا اكورها بالشكل ده كده، كاننا بنعمل بالظبط ملبن او عجوه او اي حاجه تانية، وبنحط معاهم المكسرات. وده كده شكلها بعد لما كورناها. وطبعا سوى الكحك بتاع العجميه على نار اعلى من الكحك الملبن او العجوه، برضو عشان نساعد ان الكحكايه بتاعتي ما تطلعش العجميه بتاعتي بره الكحكايه. شايفين بقى القوام مثالي ازاي؟ جربوها، لان كحك العجميه ده يعني في حته تانية خالص.